محمد بس منه العب مطار 1 2 3 4 سالم 5 بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. ننقل لحضراتكم الحصة التدريبية لفريق فحمان من الملعب الرديف باستاد الرديف بالجوهرة المشعب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، استعدادا للمباراة بعد بكرة مساء الأحد اللي بتجمعنا مع فريق السولار بطل جيبوتي. معنويات عالية ومرتفعة، الشباب في قمة الحماس وطامحين أنهم يحققوا نتيجة إيجابية في المباراة القادمة والمؤهلة إلى الدور الأول. طبعا بعد مباراة الأمس اللي شاهدتموها جميعا كانت إصابات قوية نتيجة التدخلات القوية من لاعبي الفريق الصومالي والخشونة اللي ارتكبوها في المباراة. أصيب طبعا حمزة حنش، وهو الآن أعتقد حتى هذه اللحظة بأنه سيغيب عن المباراة القادمة نتيجة إصابته في اليد. بنوافيكم بمعلومات أكثر حول حمزة حنش في الساعات القادمة إن شاء الله، لأنه قبل شوية راح للمستشفى بيحددوا هناك، إن شاء الله يكون بخير. هنا أمامكم تدريبات حراس المرمى. طبعا كل الشكر للكابتن سالم عوض الذي بادر وكان أول الحاضرين لمساندة الفريق الفحماني، واليوم في مبادرة جميلة من الكابتن سالم يقوم بتدريب حراس المرمى في حصة تدريبية جميلة ورائعة. هو أمامكم الكابتن سالم. الحراس علي العامري وعبد الله الشيباني ووحيد أحمد. هوبا برافو خلاص يلا ادخل عبد الله يلا ها عبد الله لايف. يلا خلاص خليك في تدريبك كابتن معنا. توفيق. يلا هب نعود إليكم إن شاء الله الملعب. تفضل. الحمد لله. هذول جاي معنا. طيب موجود اسماء في القائمة؟ لا ما أعتقد، هم تبع الكابتن المدرب، تبع المدرب، قريبين المدرب. طيب ممنوع الله يعطيك العافية. والتصوير؟ خلاص. تصوير ايش ممنوع؟ انت اسمك موجود معاك؟ موجود ما ضمن البانر. والله فلان.
نعود إليكم من جديد. لا ما هو على التصوير. جديد طبعا. لا ما كان في منع على التصوير، بس إجراءات أمنية في البعثة هنا منعوا أن حد يرافق الفريق، يعني الفريق فقط اللي يدخل أرضية الملعب. المهم نعود إليكم. حمزة حانش إن شاء الله أنه يقوم بالسلامة، بعد شوية يعود من المستشفى ونحدد حالته. طبعا حمزة كان من أفضل اللاعبين في المباراة الماضية وأحد نجوم اللقاء. كذلك الكابتن دابل حالة مرضية، إن شاء الله يقوم بالسلامة في المباراة القادمة، من أبرز الأسماء اللي لعبت المباراة الماضية، لكن إن شاء الله المباراة القادمة يكون في أتم الجاهزية. هو الآن بيشوف التدريبات من خارج. وقت المباراة إن شاء الله بنحددها لكم بعد ما نتأكد بس من التوقيت، لأنه حتى للآن حسب ما تم إشعارنا من قبل هو بيكون في المساء، لكن إن شاء الله بنحددها بعد شوية. نحدد لكم موعد المباراة والعدد الجماهيري المسموح له بالحضور. نحن نتمنى أكبر عدد كبير من الجمهور أنه يحضر. سمحوا لنا حتى الآن بدخول 400 مشجع فقط، لأنه الملعب الرديف يتسع ل 800 مشجع، يعني قسموها على ما بين اليمنيين 400,000 وما بين الفريق الجيبوتي 400,000. طبعا كما هو معروف الفريق الجيبوتي ما فيش مشجعين جيبوتيين هنا، ولا حتى أنهم متحمسين يحضروا. لذلك من الإنصاف قال الاتحاد العربي أنه لازم يوزعها بالتساوي 50% 50% لكل فريق. النقل التلفزيوني للأسف لا يوجد أي نقل، لكن احنا مستمرين في النقل عبر البث المباشر. إن شاء الله نشوف معلق يعلق عليها في بعد بكرة. إن شاء الله أن الجماهير اليمنية تحضر وتضع الجميع أمام موقف أنهم يسمحوا للجميع أنهم يدخلون، لأن لا توجد بطولة إلا بنجاح الجمهور اليمني، خاصة في المملكة العربية السعودية. لا ليس على سالم عوض اللي بيسأل. كانوا يعني 2 تبعنا طلعوا معنا في الباص ودخلوا الملعب وقالوا ممنوع يدخلوا الملعب، يعني ينتظروا لنا خارج. الكابتن سالم موجود وبيدرب، فقط جانب أمني هناك كما تعلمون، ممنوع يعني حد يلتحق بالبعثات الرياضية خاصة في المنشآت الرياضية، إن هنا التشديد الأمني كبير. عبد الله هوب واحدة، إيه بالراحة مهاجم باقي فوقك بعدين. يلا علي هوب هوب واحدة، برافو. أربعمائة ألف؟ لا 400 مشجع، يمكن إذا غلطت أنا بالألف. لا 400 مشجع يا حبيبي، ناقد العقيلي 400 مشجع، يعني الملعب يتسع ل 800، 400 ب400 قسموها. لكن الجماهير تتوافد وإن شاء الله أنهم يدخلوهم كلهم. احنا نتمنى الجميع أنه يحضر ويساند فحمان. مباراة أمس كانت مجهود بدني خاصة من الجانب الصومالي، اعتمدوا على الخشونة
ايه تفضل. سالم عوض، ايوه مدرب الحراس بشكل تطوعي Lustful spirit. ويشكر. Someone that fully possessed. نكرر ونعيد نكرر، المباراة ليست منقولة. بنحاول اجتهادات عبر البث المباشر بالفيسبوك، ونشوف معلق في المباراة القادمة. نتأهل إن شاء الله للدور الأول، وتشوفوا نقل تلفزيوني ومباريات ذهاب وإياب مع الفرق المتأهلة. طبعا إذا فزنا في المباراة القادمة إن شاء الله، وهو ما نطمح إليه، القرعة بتكون يوم الاثنين، تحدد فحمان أو بطل جيبوتي اللي هو سولار بيقابل من في الدور الأول اللي بينطلق بعد رمضان. كابتن دعبول، تعال دقيقة، ده في بث مباشر. كيف حالك؟ أول حاجة نتمنى لك السلامة، وأنت كنت أحد نجوم لقاء يوم أمس. إن شاء الله تعود المباراة القادمة وأنت بأحسن حال. ان شاء الله بإذن الله. كلمة للجماهير اليمنية عن المباراة. خليك يا دكتور كيف صحة دعبول؟ نطمن جماهيرنا في فحمان. الدكتور عبد المنعم هذا يبذل جهد كبير. تفضل. نطمنهم. النجم دعبل بالفعل في المباراة السابقة كان الأفضل. اليوم عملنا له كل الفحوصات كلها طبيعية، شوية إرهاق من السفر من هذا، وهذا الفوز نهديه لرئيس النادي أبو جمال الجندي المجهود. شكرا جزيلا. طيب عن الحالة الصحية لجميع أفراد البعثة وخاصة اللاعبين بعد مجهود أمس وبعد الخشونة اللي تعرضوا لها من الفريق الصومالي، أعطنا لمحة عن الوضع الصحي بشكل عام للاعبين. طبعا احنا الصومال احنا فرحنا، هذه الدولة الشقيقة تعانت أكثر مننا، أنه قدمت فريق قدموه فريق محترف بكل معنى الكلمة. كل الفرق قوية اللي معنا. بالضبط، ما ايش يعني انه الصومال لا, انا كلاعب كنت مع فحمان واليوم طبيب، لكن تقييمي الفني لفريق الصومال هورسيت كان ممتاز. طبعا احنا في معانا بعض الحالات المرضيه، تذكر انت في عدن ايوه 3 حالات اديناهم العلاجات والتزموا فيها وضبطناها. امس في اصابات. تكلم لي عن الاصابات. حمزه حنش، طمنا عن حمزه شرف حصل اصابه. حمزه حنش، تكلم عن حمزه حنش كيف صحته؟ بالضبط. حمزه حنش تعرض في العشر دقائق الاولى للمباراه، كان في خطأ من اللاعب الصومالي وطرد بعدها الصومالي وكسرت يده. وانا طلع كسر عن التشخيص الاولي. كسر واضح، بس لعب تحمل هذا لانهم بالفعل كانوا قدم مستوى المسؤوليه الشباب ولعب. فاحنا عملنا له مسكنات وكمادات وكرباندي قرب بحيث انه يستمر في المباراه اللي حاجتنا له. وكنا نعتقد انه الاصابه كدمات وهذه، لانه حتى هو كان طيب بوتشي ايضا لاحظ انه اصيب في المباراه امس، كيف صحه بوتشي؟ بوتشي الحمد لله. بوتشي نعم في اصابه في كتفه وفي اللسان. ايوه، بس اليوم انا كنت معاه وعلى اساس انه بننقله مع دعبل للمستشفى، بس بوتشي قال انا الاصابه خفيفه وقال كمادات واعطيناه مرهم وحالته مستقره ونحن نتابع. الحمد لله وبالسلامه شكرا. ايضا احنا ناكد لكم ان الاخ محمد نهيم اللي يقوم بجزء لا يتجزا حبيبي. من السلام الفريق المتكامل. شكرا لك يا دكتور. تمنياتنا القلبيه ان شاء الله بالسلامه لكل اللاعبين. حقيقه امس كانوا في ملحمه بعيد عن كره القدم، يعني كانه في مصارعه لكن الحمد لله على كل حال، ان شاء الله يقوموا بالسلامه ونشوفهم في المباراه القادمه باذن الله. يا سلام يا سليمان، ايش هذا التحدي؟ طيب الان اللاعبين في تحدي مع سليمان انه يستلم الكره ويدخلها الى البرميل يلا سليمان يلا. منو نجح منكم؟ ولا واحد نجح. يلا لا كنترول ضعيف. انا حماد فوق انا واحد تعال غير انا الاول انا ها شو خلاص انا يا عم ايه احمد فوق بعيد انا بعيد انا بعيد يلا تعبانين ها دحين دولي احمد هذه عاودي
نعود لضربات الجزاء. يلعبوا ركلات ترجيح. أبغى نكشف ركلات الترجيح، يمكن معنا مشجع جيبوتي يتفرج. خلاص نتغاضى على المرمى. يا سلام. ايش هذا العناقة يا بوتشي؟ ايش هذه الحركات؟ كيف صحتك يا بوتشي؟ تمام تمام. لا هناك بيكشفون الخصم، ما بنصور. يا سلام يا حارس. طبعا الحراس متألقين والله. اخر واحد ده، اخر واحد. تعادل بس زايد الضربه. هذه له هدف سواء مثلي. ايوه زايد الضربه. يا سلام جد. ايش هذا التألق يا حمودي؟ والله ده انا وانت غرفه. لا لا من باب الخامس من لا هناك بوتشي على التنفيذ. بوتشي يتقدم. بوتشي 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 وحيد يترقب. بوتشي يتقدم. حق التلال اللي ضيعت. يا سلام يا سلام يا بوتشي يا سلام. محمد ناقي. والله مصلحي. عابد يشوف يلا. وانا برا. عبد مفتوح. مع البابور. اصلا بعيد. عبد مسدوده. الحارس بيقوم ويرجع. سليمان عمان ديالو قال لك كانوا ديالو. وفي هذه اللحظات تنتهي الحصة التدريبية لفريق فحمان. إن شاء الله بكرة حصة تدريبية أيضا على نفس الملعب، وبعد بكرة إن شاء الله المباراة. يا شباب قلبك صورة ده حمار. قلبك صورة. تعال وحيد. تعال. أنا الآن بشوت على وحيد. يلا أنا وحيد. لا خليك. أنا وحيد الآن. هذا الجول. وحيد كنت غريب منها يا وحيد، كنت غريب منها. عاش الشرف. أكيد كلنا نرفع لهم المعنويات الفريق، ولا شيء مستحيل. ايش قال هذا؟ ليش ما تصور الأهداف؟ كيف صور الأهداف؟ نكشف أوراقنا بالخصم.
ما يكون هذا الكلام. 9:30 نسحب. شوف بو عندنا مثل من كبير له كبير على كل ما ازداد يعني ما تقدمه ما تحرزه من نتائج كل ما تكثر يعني الاضواء عليك، كل ما تكثر الضغوط عليك، كل ما تكثر طموحك يكثر، تطلعاتك تزداد. نستمر بنفس الذهنيه اللي احنا مشينا عليها، وانا واثق ثقتنا بالله سبحانه وتعالى انه يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله مشينا يكرمنا. الصعوبه لما تقابل من تصنيف عموما شكرا لمتابعتكم جميعا، ان شاء الله نبقى في تغطيات قادمه، وفي امان الله ننهي في هذه اللحظات الحصه التدريبيه. مع السلامه.